انا بسالك سؤال بقى وجاوب عليها بصراحه. طبعا. لو الشتيمه دي اتشتمت لحكم الماتش كان ايه اللي هيتم قدام الملأ كده؟ مفيش محكمه ولا حاجه ولا لا حاجة. قرار الاتحاد اتوقف 6 ماتشات 8 ماتشات على الاقل. وانا بتتكلم في حاجه بقى، ما هو ده واحد من الماتشات. احنا مش مختلفين. بص كلنا بكلمك في كده في القرارات. مفيش حد. قرارات ضعيفه. طب ممكن يا كابتن شبانه نقلب الايه؟ مفيش حد. انا بلعب مثلا في الرجاء وضربت واحد مغربي هناك او واحد مغربي ضربني هناك، هروح ارفع عليه قضيه هناك؟ استحاله. انا كمصري انت مش مخير بقى. ايه؟ انت مش انا مش مخير عايز يا جماعه، انت بس بيتقال لك اعمل بعد ايه؟ اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم خلونا ما ناخدش دايما. انا ما بحبش دايما المواضيع دي، اصل الموضوع دي لعيب كوره مالهاش علاقه مصري يعني انت في الدوري الانجليزي هو صلاح لما بيتخانق مع حد ولا حد يتخانق مع صلاح بيقولوا ده مصري وده انجليزي وده ايرلندي وده كوري. لا كابتن، لو لعيب مصري مع مصر والله ما يقدر يكمل في المشوار ده. باشا يا كابتن في الملعب كلنا محترفين وكلنا بتنطبق علينا لوائح واحده مالهاش علاقه بالجنسيه. انا عارف الكلام ده كله، عشان انا شايف دي ابعاد يعني في الاخر مش او اللعيبه بتتخانق، هو مش حاطط في دماغه حسين الشحات انه بيضرب الشيبي لانه لا مغربي. لا فلو هو مغربي وضرب كان له بيت حسبه في دماغه لو كان فكر كده. هو لعيب في بيراميدز وده لعيب في الاهلي. صح. ده في الماتش حس انه استفزه فقام رد فعله بعد الماتش. كان الاهلي خسران 3 لو تفتكروا كمان الماتش ده. يعني الماتش ده كان الاهلي خسران 3-0. لا كان كسبان الدوري. ايوه بس كان الماتش ده خسران 3-0. 3-0. وفي دايما حساسيات في الماتشات بين بعدين يا احمد انت بتقول حسين كان بيلعب وينج رايت والشيبي باك ليفت، كانوا بعيد عن الموضوع. اقصد هو في الاخر نرفزت مع علي معلول في الماتش اللي قبليه. علي معلول اللي اتخانق معاه اللي هو ضربوه اللي كان في ضربوه ويستاهل ضرب تاني وتالت كمان. يعني ايه يا كابتن يستاهل الضرب؟ ايه يا كابتن في ايه؟ يعني ايه يستاهل الضرب؟ خناقات وضرب وبتاع، يطلع بالكوره بس انت مش شفت انجلترا بيعملوا؟ طب ماشي، انت بتقول لي يستاهل الضرب ازاي؟ يعني ايه يستاهل الضرب تاني وتالت؟ ما هو عمال يستفزهم يا احمد. يستفز في الماتش الاولاني. ما هو انت بتقول كوره. ايوه ما هو يعني في الماتش الاولاني يستفزه والتاني يستفزه. انت نازل تستفزه ولا نازل تلعب كوره؟ ده حيله يعني قديمه قوي بلدي قوي زي زمان. كان في واحد في الاتحاد كده بتلعب في نادي جماهيري ليه؟ انت بتلعب في نادي جماهيري ليه؟ تروح لافف وهتديله بالقلم. انت بتلعب في نادي جماهيري ليه يا كابتن؟ عشان في ضغوط وفي بس في ناس ثقيله يا كابتن. لما لعيب يقف ورا ظهرك ويقول لك يقعد يشتمك ويقعد يعمل لك كده بظهرك مره واثنين وثلاثه، لازم تتعامل معاه. انا نازل العب ولا نازل اغلس على الناس؟ لما اللعيب يشتم من الجمهور عادي؟ يا سلام، ده انا اتشتمت 100,000 في كابتن. ما هو انت بتقول هو عادي. ايوه عادي طبعا. طيب ما هو برضه دي عادي. هي دي ضغوط ودي ضغوط. انت لعيب بتاخد ملايين ليه؟ في الملعب اتنرفزت ضرب واحد في الملعب نتيجه ان انت استفزيت في مواقف. ايوه طبعا استفزيت ده انت اللي بتستفز الناس في الملعب، بتستفز اللعيبه كلها. انا كنت بستفزك من الترقيص بس. ودلوقتي بيستفزك في الاستوديو لو كان ضغطه دلوقتي مالناش دعوه. لا يعني احنا بنتكلم كوره. مش كلنا حصل لنا مواقف زي دي. حصل مواقف اكيد. انا اللي انا شايفه في الاول وفي الاخر هي لوائح وقوانين تتطبق على الكل. مظبوط. مش هنوصل للحاجات ديت ايا كان هو مين الاسم اللي بيتعرض لده. طيب خلينا ناخد الموضوع باكتر من بعد. المراقب اكتر من بعد. حسين الشحات اخطا في الموقف من الاول. اخطا. متفقين احنا. اخطا. تمام. النقطه الثانيه لا لحظه واحده. الشيبي كان التصالح بعد الماتش قدامنا على الشاشه ثم فجاه اتقلب موقف 180 درجه. زي ما عبد هل ده يعني ان في حد قال له لا؟ اكيد ده في حد واثنين وثلاثه طبعا يا كابتن. لا انا شايف برضه في النقطه دي ان هو الاعلام انا عندنا هاتولنا ماشي الاعلام والسوشيال ميديا والاعلام المغربي كان ليهم اثر كبير على الحته دي. ان بقت خلاص هي في العالم كله، بقت ترند في العالم كله. اتخذت عين. ما هو انا شايف كده. طيب ممكن يبقى حد حرضه وممكن تكون اتخذت عين. ممكن صح كده؟ طيب دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه انه قرار اتحاد الكوره اقل من الواقع. بالظبط. ده اللي بوظ الدنيا بقى. ماتشين صح. ضعيف. طيب الحاجه الرابعه بقى، ما كان يجب برضه كان ممكن الشيبي يكمل في اجراءاته القضائيه بس رياضيا. صح؟ يعني يروح الاستئناف، يروح التظلمات او الاستظلمات. اكيد حد موجهه بقى وما يعرفش الحاجات دي اكيد يعني. وياخد اللي هو عايزه، يروح الكاس محكمه الرياضيه اللي هو عايزه ككوره. طب النقطه الخامسه متفقين على دي. النقطه الخامسه، هل اتحاد الكوره تاخر في القرار اللي اعلنه النهارده انه بعد حكم؟ انا شايف اللي هو ده راي عام. يعني ايه؟ انا وجهه نظري اللي هو الموضوع راي عام. مش راي عام بقى، ده النهارده موجه بقى كده. لا النهارده عارفين ان القرار هيطلع
لا انا مستني اطلع القرار الثاني بعديها بساعتين. استنى اما طلع القرار. ما انا بقول القرار يطلع، هو عارف ان القرار هيطلع النهارده، يعني انا هيطلع القرار كان متحضر. حتى لو شيبي مظلوم في القرار اللي اتخذ على حسين، بس في النهايه هو اخترق اللوائح. انا ما عنديش مشكله في دي، انا فاهم. انا بنتكلم على القرار. هل كان يجب على اتحاد الكوره من بدري ياخد قراره؟ صح، عشان انا ما اقولش ان القرار ده اتاخد بعد تحت ضغط المحكمه. صح، يعني اتحاد الكوره اضطر يطلع قرار اتاخر الشيبي لما هتحط قدام ايه مسؤولياته اللي فيها حكم صدر ضد لعيب مخترق لوائحه. طب خد بالك لو راح اتحاد ده لو قعد 15 20 يوم تاني وبعدين اعلن هيبقى عادي. طب خد بالك الاهلي لو خد حكم المحكمه ده وراح الفيفا اتحاد الكوره هيتحاسب. ما انا شايف هو تهدئه للراي العام. استاذ محمد لا القرار راي عام احمد برضه. انا بكلمك في اللي انا شايفه بعناية يا استاذ محمد، واللي انا مريته الفترات اللي فاتت في الكوره في مصر، ان هو تهدئه للراي العام والجمهور الاهلي كمان. كابتن احمد ما بيحمي نفسه. خلاص ده شهرين وشيل الفيفا هتحاسبك. ما انا فاهم. الاهلي لو الوقت الاهلي لو راح الفيفا هيقول له ايه؟ ايوه اتحاد الكوره هيقول له ايه؟ هيقول له انا خدت قرار اهو. بس هو اتحاد الكوره كابتن مش بيهدي الاجواء. لا انا شايف اللي هو بيهدي. انا هقول لك ممكن يكون مستنيين لاخر لحظه ان الولد هيتنازل قبل الحكم ما يطلع. ممكن ما حصلش محاولات منهم مثلا. قاعده كانوا مستنيين، الاهلي مستني، اتحاد الكوره ممكن الواد يتنازل في اخر لحظه. مستني لغايه يوم الحكم. ساعات لغايه الحكم. ما تاخير ده لغايه الحكم لغايه اخر يوم المحكمه. في حد في مصر ما نزلش حيثيات الحكم. كان ممكن الصبح